قال أن النجاح يبدأ بخطوة، لكننا أحيانا نخطو الخطوة الأولى ثم ننام بجانبها. إذا كنت تشعر أنك تدور في حلقة فارغة، فهذا الفيديو لك جمعت لك 10 نصائح ستجعلك النسخة الأولى من نفسك بدون أي فلسفة زائدة أو دروس مملة. وقبل أن نبدأ، إذا كنت تريد النجاح في حياتك، ابدأ بالنجاح في الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك. هل ضغطت؟ كفو، ليتس جو، يلا. أهلا بكم، أنا علي. دخلت عالم اليوتيوب منذ شهرين فقط ومعي 2100 صديق، ورغم أني لازلت أتعارك مع الإضاءة والكاميرا هنا وهناك لأثبت لكم أن البدايات بسيطة لكن الطموح ما له حدود. ركزوا معي اليوم، يلا جو. النصيحة رقم 1: لا تبدأ يومك بجوالك أبدا. المشكلة مو في الجوال نفسه، المشكلة انك اول ما تصحى عقلك يكون نظيف وهادئ، لكن لما تفتح الجوال مباشرة انت تسلم يومك للناس، للاشعارات، للاخبار، مقاطع، ريلزات ومقارنات، وفجأة تلقى نفسك متوتر مشتت بدون اي سبب. ولكن الحل بسيط جدا. اول 20 الى 30 دقيقة خليك بدون جوال. سوي شيء بسيط، ترتب سريرك، تشرب ماء دافئ، تجلس جلسة هادئة مع نفسك، يعني أشياء بسيطة. النتيجة تبدأ يومك أنت المتحكم مش الجوال الخبيث. النصيحة رقم 2: انهي أصعب الأشياء في روتينك اليومي أول شيء، لأن عقلك طول اليوم يحمل عبء الأشياء المؤجلة، حتى لو ما تشتغل عليها هي تستهلك طاقة قوية منك. مثال: عندك مهمة صعبة وأجلتها، تقعد طول اليوم تفكر فيها، فالتفكير يتعبك أكثر من تعب إنجازها. الحل بسيط جدا. أول ما تبدأ يومك اشتغل على أصعب مهمة من 60 إلى 30 دقيقة وبدون أي تفكير. النتيجة راحة نفسية زايد، شعور أنك مسيطر على يومك. النصيحة رقم 3: قل لا وبدون أي تأنيب ضمير. كثير ناس يوافقون على كل شيء خوفا من الإحراج، من زعل الآخرين، يحاولون يرضون الجميع، ولكن النتيجة ضغط زائد وقت ضائع زائد تعب. الحل بكل بساطة تقول ما أقدر حاليا، عندي التزامات، بكل هدوء وبدون أي تبرير طويل. النتيجة تحافظ على وقتك وطاقتك للشيء اللي يفيدك. النصيحة رقم 4: اهتم بجسمك حتى لو مالك نفس وتحس بكسل. كثير ناس ينتظرون المزاج عشان يهتمون بصحتهم، لكن الحقيقة جسمك هو المحرك. إذا تعطل المحرك كل شيء تعطل. قلة النوم زايد أكل سيء زايد قلة حركة، إيش تساوي كسل، توتر، تفكير سلبي. الحل بكل بساطة تنام كويس، أقل شيء 8 ساعات باليوم. مش ضروري يكون النوم مثالي، امشي 8 ساعات، وامشي من 15 إلى 20 دقيقة يوميا. حرك جسمك وخفف الأكل الثقيل مثل زيوت، سكريات، أملاح. نتيجة بكل بساطة طاقة أعلى، نشاط بجسمك بدون ما تحس. النصيحة الخامسة: ابتعد عن الناس السلبية. في ناس دايم يشتكون، يحبطون، يشوفون كل شيء مستحيل. هذولا يأثرون عليك حتى لو ما انتبهت. الحل بكل بساطة قلل الجلسات معهم، لا تدخل نقاشات سلبية، قرب من الناس الإيجابية أو الطموحة. النتيجة تفكير صحيح، تفكير يصير أنظف وأوضح. نصيحة رقم 6: خفف التفكير الزائد. التفكير الزائد يخليك تعقد الأمور، تخاف تبدأ تضيع وقت بدون فعل. الحل: اسأل نفسك سؤال: إيش أسوأ شيء ممكن يصير؟ إيش هو؟ غالبا بسيط جدا، ثم خذ قرار وامشي. نتيجة حياة أخف، قرارات أسرع. النصيحة رقم 7: تعلم شيء جديد يوميا. الناس تستهين ب10 إلى 15 دقيقة يوميا، لكن تخيل يا عزيزي 15 دقيقة يوميا أكثر من 90 ساعة في السنة. الحل إيش تسوي؟ تعلم مهارات تخدمك، مثلا تجارة، تصميم، تسويق. استمر يوميا حتى لو قليل، النتيجة تتطور بدون ما تحس. النصيحة رقم 8: خليك صادق مع نفسك. أخطر شيء إنك تعرف المشكلة طنشها، مثلا تعرف إنك تضيع وقت أو إنك تأجل أو إنك تتجاهل، لكن تقول عادي. الحل: اسأل نفسك بصدق: وش الشيء اللي مخليني واقف؟ اكتب الجواب بدون تجميل. النتيجة تبدأ فعليا تتغير بدل ما تضحك على نفسك. النصيحة رقم 9: لا تنتظر الحماس. حماس يجي ويروح، ولو تعتمد عليه بتوقف كثير. الحل: اعتمد على الالتزام مش المزاج، حتى لو مالك خلق. اشتغل 10 دقائق بس، النتيجة استمرارية زائد نتائج حقيقية. النصيحة رقم 10: حط
حط هدف واستمر عليه حتى لو ببطء. كثير ناس يوقفون لأنهم ما شافوا نتيجة بسرعة، لكن الحقيقة التقدم البطيء أفضل من التوقف. الحل بكل بساطة سوي شيء بسيط يوميا، لا تقارن نفسك بغيرك. نتيجة بعد فترة بتلقى نفسك متقدم كثير وفي المكان اللي أنت تبيه بالضبط. خلاصة القول، المشكلة مش أنك ما تعرف، ولكن المشكلة أنك ما تطبق. أبسط عادة تطبقها يوميا ممكن تغير حياتك بالكامل. وفي النهاية يا أصدقاء، النجاح ليس وجهة نصل إليها، بل هو رحلة نقطعها كل يوم. تطبيق هذه النصائح البسيطة، تتذكر دائما أن أعظم استثمار هو استثمارك في نفسك. إذا ألهمك هذا الفيديو ولا بنسبة 1% فقط، فلا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب لتصل هذه الرسالة لغيرك، واشترك معنا لتكون جزء من رحلتنا نحو النجاح. شكرا لوقتك الذي لا يقدر بثمن، وأراك في الفيديو القادم. كن أنت التغيير الذي تود رؤيته. استودعتكم الله.